افضل لاعب في الدوري بشكل عام اشوف انه علي معلول. علي معلول لانه مؤثر جدا. سبحان الله هداف النادي الاهلي يعني هداف النادي الاهلي في الموسم علي معلول، احسن من وليد ازارو واحسن من مروان محسن، كمان عنده اكبر عدد من الاسيست، حاجه هايله، موسم استثنائي لعلي معلول. برضه هروح لعلي معلول، بالنسبه لي هو الافضل في الاهلي وهو الافضل في الدوري. هديها برضه لعلي معلول لان اداؤه ثابت، اداؤه ما نزلش، مؤثر جدا مع الفرقه، مش مؤثر بتحركاته، مش مؤثر بادائه الدفاعي، لا ده مؤثر كمان على مستوى النتائج الايجابيه، على مستوى الاهداف، على مستوى ضربات الجزاء، على مستوى الكور الثابته، فلعيب يعني بيدي 90% من ادائه تقريبا في كل مباراه. افضل لاعب بشكل عام وافضل لاعب كان مؤثر في مسيره فريقه هذا الموسم، انا شايف ان علي معلول عمل موسم استثنائي بكل المقاييس. علي معلول هو هداف الاهلي، هو اكتر لاعب كمان في الاهلي صانع اهداف، عامل اسيستات. علي معلول مقدم موسم استثنائي. علي معلول غير عادي كباك ليفت بصراحه، مميزين كلهم. افضل لاعب محترف هديه لعلي معلول، لاول مره ظهير يتصدر قائمه هدافي النادي الاهلي، اللي كان دايما قائمه هدافي النادي الاهلي في كل البطولات اللي احرزها النادي الاهلي، دايما يا اما يبقى لاعب مهاجم، يا اما لاعب جناح، يا اما لاعب وسط ملعب. خلينا نميل ناحيه الارقام، افضل لاعب محترف هيكون علي معلول. هو مش غريب عليه انه يكون هداف فريق، لا ده كان هداف الدوري التونسي 2015 2016 مع نادي صفاقسي، لكن هو السنه دي هداف النادي الاهلي. علي زي ما بقول لك هو مكانه مش بتاع واحد اسيست ولا واحد يجيب اجوان، فبالتالي برضو اكيد الكوره نتائج متعه وكل حاجه طبعا، واساسي الامتع. لكن بحيي علي ان بقول لك في حوالي 4 تجوان ماتش الاتحاد مكسب الاهلي، صحيح. ماتش طبعا جه جون بعديه الثاني، لكن ده اللي كان في الدقيقه فتح الماتش صحيح. لا في دقيقه 90 يعني جاب الجون. يعني الماتش ده طبعا الماتش المقاولين برضه فتح الماتش، ماتش طلائع الجيش كان اعتقد تعادل وهو جاب جون تقريبا. اهداف كلها مؤثره بشكل كبير جدا جدا جدا.